السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. عندي فرح النهارده، عندي حفلة كبيرة كبيرة كبيرة. انا مش فارقة معايا لقمة فول، حتة قرنبيط، حبة مش من اللي احنا عاملينهم، والله العظيم ما بتفرق معايا. حبيبتكم هتطب ساكتة من الفرحة. مفاجأة وهي هتجيني دلوقتي، مش عارفة احنا هنعمل ايه. هي اتكلمت. هعمل ايه؟ كان عندي شويه رقاق النهارده كنت شغاله فيهم، دخلت حبيبتي وجارتي عايزه 2 كيلو، ربنا يكبر خاطرها عند الرب وعند العبد ويبارك لها في اولادها يا رب. هي قالت لي ما تذكريش اسمي يا ام وعده، حتى لو هتشكريني. بنتكلم وانتوا عارفين ام ايه يا حبيبتي عايزه فراخ ولحمه وي. سمعت الحوار واحنا قاعدين واللي غطى. طب ما نشتغل واتكلم. جت بنت قلبي عاملين اكل ايه؟ قلت لها احنا لسه ما فكرناش نعمل اكل ايه. ما كدبتش يا حبيبتي وجارتي، الجار للجار، والحبايب حلوه والجيران حلوين قوي قوي قوي. بس البركه في ام ايه برضه. هي جت البركه في ام ايه. انا بقول يا جماعه احنا مش لاقيين حاجه ناكلها النهارده. لا بجد، لا حول ولا قوه الا بالله. انا قلت هي مش سامعه يا حبايب قلبي، ماشي ولا هي مشغوله ولا ايه ده؟ يعني انتوا كنتوا بتتكلموا قصده ولا ايه؟ والله ابدا، والله هي كلها ذوق اصلا. انتوا كنتوا بتستنطوا على الوليه ولا ايه؟ ابدا، بقول لها مش لاقيين حاجه ناكلها ومشفاها علينا. هناكل ايه؟ قالت لي طب بس سيبها في ظروفها وقول يا مسهل. وعليها طلعت عملت ايه يا حبايب قلبي؟ حبيبتي وجارتي ربنا يكبر خاطرها يا رب. عايزه ايه؟ لا اصحابه كتير مدخله نفسها في كل حاجه عشان عايزه تاكل بسرعه. هعمل ايه؟ حبيبتي طلعت جابت لي الحمام ده، شايفين يا حبايب قلبي؟ اللهم صل وسلم. ونضفته لي، بس الحمام ده زغاليل صغير مش هينفع ان احنا نحشي. حته سمنه بلدي وحبه زيت قدحتهم كويس قوي. ايه يا ام وعد الطريقه الجديده دي؟ ايه يا ام وعد الطريقه الجديده دي؟ حبايب قلبي قلنا الحمام الصغير عملنا ايه؟ اديته صدمه زي ما انتم شايفين كده، بمعلقتين سمنه بلدي، نقطه زيت، وهسيبه مع نفسه زي ما انتم شايفين كده حبايب قلبي ياخد لون. طب وبعد كده يا ام وعد حبه الكبد والقوانص كمان هعمل فيهم كده. ونعاود تاني للبصلة بتاعتنا يا حبايب قلبي. وعاود تاني يا حبايب قلبي للبصلة بعد ما حطيت الحمام بتاعي ياخد صدمة براحته وياخد التشويحة بتاعته. حبيبة قلبي يا آية، وانا بقطع كده اديله شوية البهارات بتوعنا بقى. وحدهم ايه يا حبايب قلبي؟ هحط لهم البصلايه وغسله الرز. قلب امه قال لي انا جاي، طب اعمل ايه؟ قلت له بقول لك ايه، عندي طبق رز في الثلاجه هعمل لك حبه بسله. قال لي اعملي يا ست الحبايب. قلت له ربنا يكبر خاطرك زي ما بتكبر خاطري، بترضى يا عين امك. طبعا بنت قلب ايه وحبيبتي وعد، انا مش عارفه جايه حاسه ان يعملوا احتفال النهارده. وعد انا بقطع البصل كده ليه يا حبايب قلبي؟ ان انا قبل ما هسقط الرز وانتوا معايا خطوه كده بقول لجارتي وحبيبتي ربنا يكبر خاطرك، ربنا يكتر رزقك يا رب زي ما جبرت خاطرنا. يعني جبرت خاطرنا بحمام، هو الحمام صغير مش انا اللي بقول كده، ده مهم. بس ربنا يكبر خاطرها. ان شاء الله خد 2. هتاخدي 2 ان شاء الله. خدي اللي انت عايزاه. خليكي في حركك يا ستي. انا غلطانه قلت اساعدك. لا يا سيدي ما ياخد اللون بتاعه. طب ليه يا حبيبتي؟ انا عايزاه ياخد اللون بتاعه عشان ما يجينيش يا حبايب قلبي ان هو مسلوق. انا بديله صدمه كده عشان ما يبقاش زي المسلوق. قبل ما احط البصلايه، ليه قبل ما احط البصلايه؟ البصلايه هتطريه اكن عامله حمام ببصل، هيبقى ابيض مش هيبقى زي المتحمر.
وانا عايزه يراضي جميع الاطراف كده، منه متحمر ومنه مسلوق عشان محدش يزعل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا حبايب قلبي مش كل اللي هيجبر الخاطر بحمام ولا بفرخه ولا جبران الخاطر بكلمه. والله الكلمه الحلوه نتكلم يا حبايب قلبي على جبران الخاطر. جبران الخاطر مش شرط ان انت تجيبي لي حاجه، جبران الخاطر ان انت تجبري خاطر بكلمه حلوه بسؤال عليا، فده جبران خاطر. ان انت تقولي كلمه حلوه في حق، ده جبران خاطر. ان انت ما تلميش فيها وانا مش موجوده. ربنا يكبر خاطركم زي ما بتجبري خاطري باللايك والشير والاشتراك في القناه. انا بحبكم. سلام حبيبه قلبي ام حماده. ام حماده انا بحبك قوي، ربنا يصلح لك حالك يا رب وحال اولادك. وايمان انا حقيقه ايمان والله انا عاجزه عن اي كلام بقوله لك. انا متشكره ليكم كلكم. كل اللي بيكتب لي كلمتين حلوين، كل اللي بيعلق لي، انا سعيده بيكم وحبر بيكم، وبقول لكم انا نفسي اطلع لايف. مش هقول بقى اكتر من كده. البسله يا منى؟ يا روحي حط البسله. شايفين يا حبايب قلبي؟ انا مش بعلمكم الطبخ، لا، بس انا بحب اعمل معاكم كل حاجه. انا بحبكم حب لله في الله. ربنا يصلح لكم حالكم ويكبر خاطركم يا رب، يا رب يكبر خاطركم. هتعملي ايه بعد كده يا ام وعد؟ الحمام خد اللون كده من ناحيتين يا حبايب قلبي. هديله البصل. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. حبايب قلبي حمام صغير، طبعا اللي نفسه ياكل حمام. في حمام بيبقى صغير زغاليل، بيبقى الام والاب مش مهتمين بيه قوي عشان يحطوا بيت تاني. هل الحمام ده هيترمي؟ هل مش هيتباع؟ لا، بيبقى سعره قليل. لو انا فكرت ان انا اعمل الموضوع ده هيبقى باين وهيدي طعم المحشي بالظبط. لسه يا عم يا مستعجل، لسه بديله تشويحه عشان ياخد طعم البصل. انا مستنياك اهو، عايزينه ياخد طعم البصلايه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. حته الزبده دي حطها مع الرز. ليه بقى؟ هحطها على وش الرز كده. اول ما يجي يتلموا كلهم ونيجي ناكل هحط الزبده. ليه؟ عشان محدش يدوق. انا عارفه يا حبايب قلبي مره تبقى انصح مني، صح كده؟ انا عارفه نيتها يا حبايب قلبي. صلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يلا يا روحي حطي. ليه يا ام وعده حطيتي ميه؟ عشان الحمام ياخد سواه. كفايه يا غاليه. حبايب قلبي الحمام هيستوي معايا واجي حاطه الرز يستوي وارجع لكم الاكل كله مستوي. بحبكم في الله. ورجعت لكم يا حبايب قلبي بعد الاكل ما خلص. ما غرفتش يا ام وعد؟ ما انا لو غرفت مش هلاقي الاكل. تعالوا معايا عشان تشوفوا الاكل. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. بسم الله ما شاء الله. ادي الحمام بتاعنا وادي الرز المفلفل. ام وعد خلطبيطه؟ لا مش خلطبيطه، مش بنعمل كبسه. ادي كبسه بالحمام بالرز المصري بتاعنا الجميل والجوده بالموجوده والدنيا زي الفل وبالف هنا وشفا للي هياكل. واتمنى ان انتوا تيجوا تاكلوا معانا. وادي البسله بتاعتنا يا حبايب قلبي بألف هنا وشفا. الله، طب انتوا مش هتاكلوا يا ام وعد؟ لا يا حبايب قلبي هناكل. مستنيه بنت قلبي وقلب امه اما يجوا نتجمع كلنا وناكل على خير. كل سنه وانتم طيبين. بالله عليكم ربنا يكبر خاطركم ويصلح لكم حالكم. تعمل ايه؟ مش مستنيه حتى نتجمع، بتغرف تاكل. ينفع كده؟ لا انا مش مستنياكم بس، مش مستنياكم. بصي لما تكتبيش انا جعانه. كده هنتفضح. بصي لي طيب عايزه
انا تعبت. شال الاطفال وقعد على العجله وبقول ده امر ربنا. طب وانا برضو امر ربنا ان انا جعانه. يبقى ما دام هي امر ربنا انا راضيه بيه. بس. واحلى حاجه في الدنيا الرضا، نرضى ربنا يرضى علينا، ربنا يصلح لكم حالكم ويا رب يرضيكم ويعافيكم في اولادكم وصحتكم ومالكم. بحبكم في الله. لايك وشير واشتراك.